السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم متابعينا الكرام. النهاردة هنعمل مع بعض الدقيق الاسبونج في البيت، علشان لو مش متوفر حواليكي تقدري تعمليه بكل سهولة وتعملي منه احلى تورته. اول حاجة هنعملها ان الكوباية اللي هنستخدمها نعاير بيها كل المكونات بتاعتنا، وعلشان كده انا النهاردة هستخدم كوباية واحدة بس في كل المعايير. يعني مش هجيب كذا كوباية من نفس النوع، هي الكوباية دي بس اللي هستخدمها معاكم. اول حاجة كده هجيب بولة او طبق واحط فيه مصفى ضيقة او المنخل، وهحط جواه كوبايتين من الدقيق متعدد الاغراض، وهضيف عليهم كوبايتين من السكر البودرة المطحون، ويا ريت يكون مطحون في البيت علشان اللي بنشتريه من بره بيبقى مضاف عليه نسبة نشا احنا مش بنقدر نقدرها علشان نظبط الوصفة اللي في ايدينا، فياريت نطحنه في البيت وننخلهم كويس مع بعض. وبعد كده نضيف عليهم نص كوباية من النشا. شايفين هي نفس الكوباية انا بستخدمها في وضع كل المكونات بتاعتي. فضيتهم كده في طبق تاني وهرجع انخلهم مرة تانية. تكرار للنخل هو ده اللي بيميز الدقيق الاسبونج عن الدقيق اللي احنا بنستخدمه في الكيك على طول، علشان تكرار النخل بيخلي الحبيبات بتاع الدقيق يبقى بينهم الهواء، ومخلي حبة الدقيق ناعمة وخفيفة جدا، وبتبقى هشة وطرية معانا لما بتبقى كيك ونقدر نشكلها كيك او تورته او زي ما نحب. هنضيف عليهم كيسين من الفانيليا البودرة. طبعا المكونات كلها لازم تبقى بودرة، ما ينفعش حاجة سايلة في النص. وهنضيف عليهم بيكنج باودر بتاع الحلويات، او نحط كيك شيف علشان هو بيبقى الافضل في استخدامه للحلويات والتورتات، هو الكيك شيف. ونص معلقة من الملح او رشة ملح كده، وهنضيف معاها معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج صودا او الكربوناتو، وهننخل تاني كل المكونات مع بعض كويس. وكده كل المكونات بتاعتنا، يعني حطينا 2 كوباية من الدقيق متعدد الاستخدام، و2 كوباية من السكر البودرة، نص كوباية من النشا، كيس من الكيك شيف او البيكنج باودر بتاع الحلويات، 2 كيس فانيليا، ورشة ملح، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الكربوناتو. كده المكونات بتاعتنا خلطناها على بعض ونخلناها اكتر من مرة. بصوا الدقيق انتوا نفسكوا لما هتعملوه هتحسوا ان الدقيق هش وناعم جدا، وكمان لونه بيبقى افتح من الدقيق اللي بنستخدمه على طول في الكيك. الدقيق انسيابي جدا، تقدري تشكليه وتخليه عندك في البيت. مجرد ما تبقي حابة تعملي تورته او كيكة اسفنجية وطرية تقدري تستخدمي الدقيق ده، كمان عشان لو مش متوفر حواليكي تبقي قدرتي تعمليه في البيت بكل سهولة. كده الفيديو بتاع الدقيق انتهى، لكن انتظروا الفيديو الجاي هنستخدم الدقيق مع بعض وهنعمل بيه كيكاية حلوة جدا، هنشكلها ونعملها تورتاية علشان نشوف نتيجة الدقيق اللي احنا عملناه مع بعض. واسيبكم في رعاية الله وامني، واشوفكم في يوم جديد. ولو انتي عجبك الفيديو اشتركي في القناة ودوسي على زر اشتراك وفعلي الجرس لو حابة يوصلك مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.